السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم بقى ايه النهارده؟ وصفة تحفة. ايه الوصفة ديت؟ فول. عملت لكم فول في البيت، بس فول ولا احلى من اي مطعم موجود في الجمهورية كلها. شايفين الطبق الفول عامل ازاي؟ خليكم بقى معايا للاخر عشان نشوف عملنا الفول في البيت احلى من اي مطعم بره. شايفين لون الفول عامل ازاي والقوام بتاعه؟ بجد بجد يعني تجربة مش هتندموا عليها. حبيت الفول ما شاء الله، والفول لونه حلو ازاي ما شاء الله، والقوام بتاعه. كملوا بقى معايا الفيديو الاخر عشان نشوف التكه اللي عملناها خلت الفول اللي عملناه احلى من اي مطعم بنشتريه من بره. شايفين دي الطحينه اللي انا كنت عاملاها معاكم؟ شايفين عامله ازاي ما شاء الله؟ شايفين القوام بتاعها ازاي؟ هنحطها بقى ايه على الفول بقى كده ونعمل طبق فول، ولا اجدع عربيه فول ولا محل فول بيعمله من بره. شايفين اللون عامل ازاي؟ هستناكم بقى تشتركوا في القناه، اللي مشتركش يشترك فيها، وهستناكم بقى الاعجاب والتعليق، وان شاء الله الوصفه تعجبكم. دي برضو شطه اهيت، انا كنت عاملاها برضو، عاملاها معايا عندي في البيت. هجيب لكم بقى الفول من اول ما نقيته. شايفين بقى؟ جبت كيلو فول، كان عامل حوالي 35 جنيه. الفول اللي بنشتريه للتدميس بيبقى الفول اللي هو لونه فاتح، حبايته كبيره. اهم حاجه اول حاجه نمسك كده الفول، ننقيه كده عشان لو في فوله مثلا مسوسه، فوله مش بايظه كذا، او فيها اي شوائب في الفول، نطلعها كده واحنا بننقيه. طبعا هقول لكم تسموا بسم الله وتذكروا الرسول، هتلاقوا ربنا بقى ايه بيديكوا الصحه وبيديكوا القوه اللي انتوا تشوفوا هتعملوا ايه في البيت بتاعكم. احنا عايزين بقى كده، انتوا طبعا كلكم عارفين ان احنا في رمضان. طبعا السحور فوق يعني وجبه فوق الفول وجبه اساسيه. فقلت بقى ايه، انا كل يوم اروح بقى اقف على محل فول ونشتري فول ويديني معلقتين فول كده ب5 جنيه ولا ب10 جنيه. لا، انا هعمل الفول منه يوفر لي وقت، اللي انا مش كل يوم اطلع اشتري، ومنه في نفس الوقت اوفر. هقول لكم انا وفرت قد ايه وعملت كام كيس فول، ولو هشتريه بكام. يعني هعرفكم الحسبه كلها قد ايه وفرت قد ايه، والنتيجه طلعت معايا عامله ازاي. ما انتوا شايفين اهوت. بعد ما نقيته بقى هغسله كده مرتين ثلاثه. اهم حاجه على الفول تسيبوه الحبايه بتاعته تنبت معاكم. يعني انا عملته، غسلته مثلا الساعه 11 بالليل، وسبته تاني يوم الساعه 11 الصبح. الحبايه ما شاء الله كبرت معايا خالص، وما خدش معايا سوا كتير. وما تخافوش، ومش يعني مش القشره بتاعته مش هتطلع بقى ويبوظ من كتر النقع في الميه، لا ده بالعكس. كل ما تنقعوا الفول كويس وتغسلوه كام مره وتغيروا الميه عليه، هيطلع لكم فول ما شاء الله حبايته كبيره. فول لونه يكون حلو فاتح وحلو كده، وفي نفس. هغسل بقى معاكم الفول كده، والحبايه اللي بتعوم على الوش دي بتبقى حبايه بايظه، بتبقى من جواها اصلا ناشفه وفاضيه. هنغسله بقى كام مره كده، ونصفي منه الميه، ونقوم جايين ايه، دلقين الميه وحاطين ميه نضيفه. انتي مثلا قمتي بالليل كده تشربي مثلا، ولا تخشي الحمام، ولا تعملي اي حاجه، قوم جايه ماسكه الميه دلقاها، وحاطه ميه تانية ايه نضيفه. هتلاقي بقى ما شاء الله حبايته كبرت الصبح، والميه نضيفه بقى وايه، ونسلق بقى على طول. مش هياخد معانا سوا كتير على النار. البقوليات اصلا عموما كلها، كتر ما لما بتنقعيها كويس، سواء لوبيا، فاصوليا، فول، اي بقوليات، كل ما تنقعيها كويس كل ما بتاخدي فايدتها اكتر، وكل ما بتطيب منك ايه اكتر. يبقى احنا كده ايه، جبنا كيلو الفول وغسلناه وحطاه على جنب اهوت، وجبنا كيلو فول متفصص انتوا شايفين دوت اللي هو بيبقى متشال منه القشر. غسلته كويس قوي وطلعت منه كل الشوائب وصفيته. وجبت كوبايه عدس اصفر، غسلتها برضو كويس قوي وحطيتها على جنب. ده السر بقى. بس لسه في تكه تانية هتخلي لون الفول معاكي فاتح، وهي ايه، وهتشوفي وهيفرط معاكي كميه كبيره قوي. نزلت بقى اهوت الميه، اهم حاجه ما تحطوش في ميه بارده وتسيبيه بيغلي على النار. لا، الميه حطيت حله، غليت الميه الاول على النار، وبعد كده نزلت بالفول بنص كميه الفول. هنزل اول بكميه ايه الفول المفصص، وهنزل بالعدس، وبعد كده هنزل بالفول ايه نص الكميه التانية. وهقلب بقى ايه كويس قوي على النار. التكه بقى اللي هتخلي الفول معاكي ما يسمرش، الليمونه. اهم حاجه الليمونه دي تحطيها. ما تخافيش، الليمونه مش هتمرر العقل، مش هتمرر الفول ولا اي حاجه زي ما بيقول. لا، ده الليمونه هتمرر الفول. لا، الليمونه بالعكس هتخلي الفول ما يتفاعلش ويسمر. لا، هتخلي بقى لون الفول لونه فاتح وحلو كده.
مش هيسمر معاكي خالص. اهي هو كان بيغلي بقى، حطيت بقى ايه السر اللي هيخلي بقى الفول بتاعك الناس كلها تشم ريحته، فصين توم. فصين توم بالعدد تقشريهم وتحطهم نيين. التوم دوت هيخلي الفول طعم ريحته كويسه، وفي نفس الوقت هيخلي بقى ايه الفول ما يمررش معاكي، لان انت لو حطيتي الليمونه بس لوحدها وحطيتيش فصين التوم الفول بتاعك هيمرر شويه كده. التوم مع الليمونه زي الفل. ويا سلام بقى لو طماطمايه صغيره خالص قد الكوره كده كنت تحطيها، بس انا صراحه الطماطم كانت خلصانه عندي. المهم اهم حاجه انت تغطي. عندك قدره اعملي في قدر، انا ما عنديش قدر. طب اسكت بقى ما اعملش فول، لا جبت حله تيفال زي ما انتم شايفينها. الحله ديت اهم حاجه يكون الغطا بتاعها بيقفل قوي، ما يكونش بتسرب البخار. لما الفول يجي يغلي اهوت البخار يطلع، لا كده الفول مش هيستوي. لا اهم حاجه حله حتى لو ألموني تكون محكمه الغلق. عشان ايه البخار كل ما يتكتم في الحله كل ما يخلي الحاجه تستوي بسرعه. شفت الميه اللي انا حطيتها دي ما زودتش عليها نقطه ميه. اهم حاجه بعد ما الفول يغلي توطي عليه زي الشمعة. طب زي الشمعة هيستوي معاكي. بالعكس انت لو عليتي عليه النار هينشف بسرعه. كل شويه تزودي له ميه، والميه ممكن تكون ساقعه مش سخنه تخلي بقى يقعد معاكي ايه وقت طويل جدا. الفول معايا قعد بالظبط معايا 3 ساعات وكان مستوي جدا. يعني شايفين هي دي كانت ساعة ونص ولقيته استوى. بس انا قلت لا انا عايزه اخلي الفول زي ما بشتري من بره واكتر. انا عايزه القشره اللي بره ديت تكون دايبه. واهم حاجه شفت السر بقى بتاع محلات الفول ان الفول بيبقى فيه غيره. الغيره دي بقى ايه هي الفول المفصص. يعني الفول المفصص اللي بيخلي الفول بقى كده ايه الحبايه حبايتها، وفي نفس الوقت تلاقي في غيره، وفي نفس الوقت الغيره ديت بتبقى طعمها حلو قوي. هي ايه دي بقى؟ لا هي دي الفول المفصص، لان الفول المفصص بيستوي بسرعه عن الفول اللي هو بالقشر بتاعه. فيديلك بقى حبايه فول كده ما شاء الله منبته وكبيره. والغيره بتاعتها، طب الغيره دي ايه؟ الغيره ديت فول مفصص، عشان كده الغيره دي بيبقى ايه طعمها حلو. في ناس اوقات بيشيلوا الفول حبايه الفول من الجنب دي وياكلوا الغيره كده بلقمه الفول. هو ده الفول المفصص. ميزه العدس الاصفر هيخلي معاكي بسم الله الفول ما شاء الله لونه حلو. لونه حلو ولونه فاتح، ما يبقاش لونه غامق. انا كنت كل ساعه بالظبط بقلب تقليب. يعني الثلاث ساعات اللي الفول قاعد فيهم على النار هما 3 مرات. مش هكشف بقى كل شويه واطلع البخار والفول بقى يقعد معايا كتير، لا. هو اول ما غلي وطيت عليه النار اقل ما بتعملي القهوه. اصغر عين عندك على البوتاجاز حطي عليها وخليها شمعه صغيره خالص. شفت الفول ما شاء الله والله العظيم كان ريحته ما شاء الله جميله. عمل معايا كمية اكياس فول ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يبلغنا رمضان يا رب. هتقضينا رمضان كله باذن الله، باذنك انت يا رب. ربنا يدينا ويديكوا طول العمر يا رب. انا بحاول اطلع لكم واحده اهوت اوريها لكم اللي هي قد ايه ما شاء الله. شفت بالمعلقه غرزت اهي. قعدت بقى اقلب كده شويه حلوين. وفصين التوم دول زي ما بقول لكم بيخلوا برضو الفول ريحته حلوه، وفي نفس الوقت الفول ما يمررش معاكي. الليمونه اهم حاجه الليمونه. حابه تحطي الليمونه بحالها حطيها، حابه تقسميها على نصين وتشيلي البذر بس ما تعصرهاش حطيها. زي ما انتم شايفين انا يعني ما شاء الله الفول ويتكلم عن نفسه. وكمان ده الاضاءه كمان ما كانتش عندي كمان مش كويسه قوي يعني عشان تبين لكم حلاوه الفول وانا بقلبه بقى كده حسيت ان هو كانه عليه من وشه سمنه. يا جماعه انا ما حطيتش سمنه ولا حطيت اي حاجه. ده بقى الخير بتاع الفول بقى بيطلع. جربوا الفول زي ما انا قلت لكم عليه بنفس التكه كده والحركات اللي انا عملتها ديت وبنفس الخطوات. هتاكلوا فول والله بجد هيعجبكم قوي، مش هتبقى اول مره تعملوا فيها فول في البيت. احنا كده عملنا معاكم بقى في رمضان فول، وعملنا الطحينه، وعملنا الزبادي، وقبل كده كنت عامله معاكم عصير البرتقال بالجزر، وعملته برضو قبل كده الكنافه بالمانجا. ان شاء الله هنزل لكم وصفه بكره او بعده الكنافه بالقشطه الكذابه. هقول لكم برضو اللي لسه مشتركش يشترك واللي يفعل الجرس يفعله. شايفين بقى الفول عامل ازاي؟ انا قلت لازم يعني اجيب كده اغرف كده شويه كده في طبق وتشوفوا الفول وحلاوته عامله ازاي. مسكته بقى كده بالهراسه. انا ما بحبش الفول مهروس قوي. انتوا بقى بتحبوا الفول مهروس قوي عندكم هاند بلندر
ماشي، عندكم تضربوه في الخلاط ماشي، انما انا صراحه ما بحب الفوله ايه تكون لسه بحالها كده. انا قلت اما اوضب بقى معاكم طبق فول عشان تشوفوا الحلاوه والجمال معايا عامله ازاي. حطيت طحينه من اللي انا كنت عاملاها معاكم، والشطه دي برضو انا كنت فرماها، شويه ملح كده وشويه كمون وعصره الليمونه في الاخر. تدعوا لي بقى، ما كانش عندي زيت حار، كنت برضو حط معلقه زيت حار صغيره. ودوقوا بقى طبق فول بجد هتدعوا لي. شايفين الجمال؟ الجمال عدى الكلام زي ما بيقولوا. تعالوا كلوا معايا بقى. انا هوريكم بقى دلوقتي كميه الفول اللي طلعتها قد ايه وعملت كام كيس فول، واقول لكم انا وفرت قد ايه. ان شاء الله بجد بجد هيعجبكم قوي الفول بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي. الفول اهو بقى سبته لما برد خالص، برد خالص عشان بقى عينه في التلاجة. جبت بقى كوبايه كده وحطيت فيها اكياس من بتاعه اللبن، وحطيت بقى شوفي انت بتستخدمي قد ايه، يعني انت استخدامك قد ايه، حطي الكميه اللي انت عايزاها وحطيه في التلاجة. في ناس بعد ما بيعملوا الخطوه ديت مثلا الفول اهوت خلاص انا سبته يبرد، ممكن اقوم جايه ماسكاه ضرباه كله في الخلاط، ممكن اقوم جايه ماسكاه كله ضرباه كله بالهاند بلندر. إيه، انا بحب الفول زي ما قلت لكم، بحب الفول حب كده، بحبه حتى لما هرسه نص هرس، ما بحبش اهرسه كتير. انت بتشوفي انت بتحبي الطريقه ايه واعمليها. شوف انا بقى انا اعد معاكم دلوقتي الاكياس، طلعت 28 كيس، 28 كيس فول. الكيس دوت بنشتريه من بره اقل واجب 7 8 جنيه، ما عادش فيه بقى ب3 4 جنيه 5 جنيه. 5 جنيه ده بيديكي معلقتين قد كده. يعني شوفي الكيس دوت اقل واجب بتجيبيه مثلا ب7 جنيه. شوفي بقى هيفرد معاكي قد ايه. بقولك انا عملت 28 كيس، شوفي بقى 28 في 7، عدي انت بقى هيبقى بقد ايه. وشوفي الفول عامل ازاي وريحته عامله ازاي، وانت غاسله الحاجه كام مره. انت فاهمه قصدي ايه؟ يعني شوفي الحاجه انت كان عاملاها في البيت نظيفه وغسلها كام مره. ما شاء الله.